أكبر غلطة بتبوظ الكنافة بالقشطة وتخليها يا تنشف منك يا تعجن، هي خطوة صغيرة قوي بتعمليها من غير ما تاخدي بالك. الكنافة بالقشطة مش وصفة وخلاص، دي معادلة بين حرارة وتوقيت. لو ظبطتيها الكنافة هتطلع معاكي مقرمشة من بره وكريمية من جوه. بصيلي على قوام القشطة كده من جوه، تحفة، لا جامدة ولا سايحة. تعالى أقولك ازاي تظبطيها وازاي تطلع معاكي بالشكل الجميل ده واللون التحفة ده، ونعمل أحلى كنافة بالقشطة تنافسي بيها الحلواني نفسه. حطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني. ولا بينا نسمي الله ونبتدي فيديو النهاردة. أول حاجة هنبتدي فيها هي الشربات. أنا محتاجة الشربات يكون بارد وتقيل. مقادير الشربات: كوبايتين من السكر، وكمان عليهم كوباية ونص من المية. أنا محتاجة الشربات بتاعي يكون تقيل شوية، مش تقيل قوي لكن يكون سميك علشان القطايف ما تطرش معايا بعد كده. هنقلب تقليبة بسيطة جدا وبالراحة، ونرفع الشربات على النار لحد ما يغلي. وأول ما يغلي هيطلع ريمة، نبدأ إن احنا نشيلها علشان الشربات يطلع معانا صافي ونقي. بعد كده هضيف معلقة من عسل الجلوكوز، لو مش متوفر ممكن نستعمل مكانه أو نحط مكانه عصرة من الليمون. نسيب الشربات على نار متوسطة لمدة 7 دقايق ونطفي عليه، وبعد كده بنضيف الفانيليا السايلة وكمان باكت من الفانيليا البودر، هتدي تستعلي قوي. هنسيب الشربات يبرد براحته خالص ونبتدي نجهز الكنافة. عندي هنا نص كيلو من الكنافة. الكنافة مهمة قوي تكون مفرومة ناعم كده، لو جايبينها طازة بنحطها في الفريزر لحد ما تجمد، وبنبدأ ان احنا ندعكها في ايدينا لحد تبقى قطع صغيرة. لو مش عندنا الاوبشن دوت، ما عندناش وقت، بناخدها لفة في الكبة لحد ما تنعم خالص. هيكون عندي كوباية من السمنة، السمنة السايحة. السمنة ما تكونش سخنة وما تكونش ساقعة، تكون بدرجة حرارة المطبخ. هي لو دافية سنة بسيطة مش هتزعلنا، بس ما تكونش سخنة. بحط كوباية من السمنة بالتدريج وندعك السمنة مع الكنافة حلو جدا. في ناس بتحط سكر بودر، انا هنا ما حطيتش، مش هتأثر على الوصفة اطلاقا. اهم حاجة ان احنا ندخل السمنة في الكنافة كويس قوي بالشكل ده كده. هيكون عندي بقى صينية مقاس 30، وهنحط في الصينية بتاعتنا مقدار حلو جدا من السمنة، كل ده من مقدار الكوباية علشان صينية الكنافة بتاعتك تطلع باللون الذهبي التحفة الموحد. عايزانا تبقى موحدة اللون كده بالشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. بتحطي كمية حلوة قوي قوي من السمنة من تحت، وما تقلقيش احنا ما حطيناش زيادة عن الكوباية. هي معروف ان نص كيلو الكنافة بياخد كوباية سمنة كاملة. احط نص كمية الكنافة واسكنها من الاطراف حلو جدا، واعمل لها زي سور صغير خالص علشان القشطة لما تتحط ما تجريش على الحواف وتتحرق في الفرن. تاني اهم خطوة ان احنا نضغط الكنافة حلو جدا بصينية. يكون عندنا صينية تانية حطينا كده كلينج فيلم او كيس تلاجة عشان بس الكنافة ما تلزقش فيها، ونضغط حلو جدا جدا بعزم ما عندك تضغطي عشان تطلع من تحت مستوية وتاخد برضو اللون الموحد. خلاص عملنا الخطوة دي، ندخل على الخطوة اللي بعدها وهي تحضير القشطة. 3 كوبايات من اللبن الحليب، عليهم 3 معالق من النشا حوالي 50 جرام، وكمان معلقة من الدقيق. والدقيق بيديني قوام للقشطة أو الكريمة دي في منتهى الجمال، بيخليها كريمية. النشا بس مش بيطلع لي قوام المميز اللي انتوا شفتوه في أول الفيديو، فالدقيق مع النشا بيديني قوام الممتاز، وده تالت سر. بنقلب كله على البارد، وبعد ما الكريمة تغلي معانا ونتأكد ان النشا والدقيق استوى كويس قوي، بضيف معلقتين من القشطة. هي اسمها قشطة عشان ما تطلعش كدابة، بنحط لها قشطة. معلقتين من القشطة، وكمان مكعب من الزبدة، وكمان نقطتين من الفانيليا السايلة أو البودر، بتديني تست حلو قوي. وممكن تحطوا ماء زهر. بناخدها وهي سخنة بنحطها على الكنافة، وخدي بالك إن القشطة بتاعتك ما تجيش على حواف الصينية، تصبيها في النص وهي هتفرد لوحدها. بعد كده بناخد نص كمية الكنافة التانية، وبنبدأ ان احنا نسكنها حلو قوي، وبنضغط بسيط جدا وبالراحة خالص عشان انا مش عايزة الكريمة تبوظ كده من الجناب وتتحرق في الفرن. مهم برضو ان احنا ما نحطش الكنافة زي ما شفتوا الا لما الكريمة تبرد تماما عشان اتعامل معها صح، وكمان ما تبقللش كده في الفرن والطبقة بتاعت الكنافة تطلع لفوق. كنت سايبة معلقتين من السمنة
برضو باقية من الكوباية حطيتها على وش الكنافة، ويكون الفرن عندنا ساخن مسبقا على درجة حرارة 180، واحط الشبكة في النص. هتاخد معاكي بالظبط 30 دقيقة لو ظابطة فرنك وفرنك مظبوط، بتاخد معاكي 30 دقيقة، بتلاقيها ثابت من الجناب شوية كده واتحمرت وشها من غير شواية ومن غير حاجة. لو انت حابة لون زيادة زي كده تشغلي لها الشواية وبتطلع معاكي باللون التحفة ده. تعالى اكلمكم على التوقيت اللي اتكلمت عليه في اول الفيديو. انا دلوقتي طلعت الكنافة بتاعتي من الفرن. الكنافة بتبقى سخنة جدا، لا انا عايزاها تهدى شوية 10 دقايق، وابدأي اسقيها بالشربات البارد. انا عايزة الكنافة تهدى خالص قبل ما اسقيها. هتطلع معاكي عاملة ازاي؟ الطبقة الكراست اللي من بره ده مقرمش جدا، من جوه طرية وكريمية حلوة قوي، لان القشطة بتبقى لسه بتغلي. انا عايزاها تهدى خالص ونبدأ ان احنا نسقيها بالشربات. التوقيت ده مهم قوي، جربوا التوقيت ده وهتدعوا لي ان شاء الله. قلبتها عشان اسقيها من الجهة التانية، عشان هي طبعا مش هتوصل لها الشربات من تحت، وقدمتها بالشكل التحفة ده. ممكن تزينوها بأي مكسرات مجروشة، بجوز هند، بأي حاجة انتوا حابينها، بس احنا بنحبها سادة، بتحسي بطعم كل حاجة كده. وطبعا مش هكلمكم ولا هعرفكم ان الحلويات الشرقية والكنافة عامة بتحب السمنة البلدي. وحور هنا كانت بتدوقها لان انا كنت صايمة، كنا صايمين كلنا، فما فيش غير حور بس اللي كانت فترة، فكانت بتدوقها وتقولي لايك يا ماما، عايزة اعمل لهم لايك واقول لهم انها حلوة قوي. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ايه رأيكم في كنافة النهارده؟ بصوا الكنافة بتبوظ ازاي، خطيرة. تعالوا شوفوا لي اجمل قطعة كنافة تاكلوها في حياتكم بتبوظ كده من الكريمة. طبعا هي هادت تماما والكريمة لسه محتفظة بالطراوة بتاعتها. عشان اتبعنا الملاحظات الدقيقة اللي انا قلت لكم عليها دي، امشوا عليها كده وما تجروش الفيديو. واكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتحبوا الكنافة ازاي، بالقشطة ولا بالمكسرات ولا بتحبوها ازاي. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم وفاتكم، ولو 1%. حطوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة لو أول مرة بتشوفوني. أشوفكم على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. بحبكم في الله، مع السلامة.